سلام حبايبي، اهلا بيكم فيديو جديد ويوم جديد مع قناتي عيش امريكا، ومعاكم سامح من فلوريدا. والنهارده موضوع الحلقة هو ايه تأثير العيشة في امريكا على شخصية البني ادم من ساعة ما يوصل وباقي تأثيرها على شخصيته باقي حياته. قبل ما اخش في موضوع الفيديو، ما تنسونيش من اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة، وان تسيبوا تعليقاتكم بتفتح لي مواضيع جديدة اتكلم فيها، وتدعيمكم للقناة بيشجعني استمر. وما تنسوش ان اي دخل هتجيبوا القناة ده رايح لعمل خير. ارجع اخش في موضوع الحلقة على طول، وانتوا بتتفرجوا على مناظر فلوريدا وانا سايب عربيتي، فاستمتعوا بجمال فلوريدا وانا بحكي لكم عن الحياة في امريكا. تعالى بقى اكلمك عن تأثير الحياة في امريكا على شخصية البني ادم. تعالوا نتكلم مع بعض مرحلة مرحلة. من أول ما يجيلك الحلم الأمريكي بيبقى جواك إزاي ونفسك تيجي أمريكا، وأنت في بلدك بتحلم تيجي أمريكا. من اللي بتسمعه، لو ليك قرايب ليك صحاب ليك معارف سبقوك على أمريكا، من قراياتك من اطلاعاتك، الحلم الأمريكي داخل قلب ووجدان كل بني آدم. وانا كنت قبل ما اجي امريكا كنت فاكر بس الميدل ايست هم اللي نفسهم يجوا امريكا. لا، مش منطقه الميدل ايست او الشرق الاوسط بس. انا لما جيت امريكا لقيت ناس من كل دول العالم. من السويد، اقول له السويد ده احنا في بلدنا بنسمع السويد. من النمسا، ده احنا في بلدنا نسمع عن النمسا. من المانيا، يا عم ده المصريين نفسهم يروحوا المانيا مثلا. فلا، واليونانيين كتير جدا هنا. فلقيت ان الحلم الامريكي في قلب ووجدان وعقل مواطنين كتيره من دول كتيره من كل العالم. وانت قبل ما تيجي امريكا جواك حلم انك تيجي الارض الجميله اللي سمعت عنها، وحلمك تجيها وتحقق فيها احلامك وتعمل زي ما الناس سمعت هما بيعملوا ايه وبينجحوا ازاي. فلو ربنا وفقك واخدت الفيزا وخلاص جاي امريكا، ايه بقى شخصيتك اول ما توصل امريكا؟ اول ما وصلت امريكا جواك الحلم والطموح، وان انت هتبدا حياه جديده وربنا بقى يوفقك ويحقق لك كل امانيك. وطبعا اللي بيحلم يركب عربيه ماركت ايه، وبيت شكله ايه، وممتلكاته ايه، وفلان ده نجح ازاي، وكل واحد جواه حلمه. لكن الحقيقه انك اول ما تنام اول ليله وتقوم الصبح هتلاقي نفسك لوحدك. تلاقي نفسك بعيد عن كل العزوه والاهل والاحباب، بعيد عن اللي كان بيضحكك، بعيد عن اللي كان بيبقى دايما جنبك. مش هتقدر تعمل اول مكالمه. لو بتعمل مكالمه لاصحابك الصبح، لاخواتك، لباباك، لمامتك، مش هتقدر تعملها. هتلاقي نفسك انك في ناس كنت بتروح لهم على طول وقت ما انت متضايق، ايه ده، دول مش موجودين. طب ده لما كنت ببقى مخنوق ده اللي بيضحكني، وانا متضايق بفضفض مع فلان برتاح. او فلان ده اللي كنا دايما لما بنقعد بنرازي في بعض، ده مش موجود. فجأة بتلاقي نفسك لوحدك. اوعوا تفتكروا ان دي ملهاش تأثير قوي جدا 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 في شخصيتك. ما يحسهاش غير اللي روح او سافر وبات الليل وقام الصبح لقى نفسه معزول، ومش قادر يتواصل مع الناس اللي هو كان متعود عليهم لسنين طويلة، اللي هو واحد منهم وهو واحد منهم. تبدأ من هنا أول تأثير في الشخصية. أنا بعدت عن الناس، العزوة والأهل والأحباب والقرايب والصحاب واللمة والدفى بتاع العيلة والأسرة والوطن والمجتمع، وبقيت لوحدي هنا. أول حاجة إنك هتلاقي نفسك بتتكلم مع نفسك كتير، إن زي ما قلت مفيش حد متوفر تاني تتكلم معاه. فأنت هتبدأ تتكلم مع نفسك كتير، هتبدأ تصاحب نفسك أكتر من الأول. هتبدأ تقعد مع نفسك كتير وتكتشف في نفسك حاجات يمكن ما كنتش عارفها قبل كده. وده انت مضطر لكده، لان مفيش بديل يعوض عن الاهل والاحباب اللي انت يمكن عمرك ما فكرت تقعد مع نفسك وتتكلم، انك طول الوقت قاعد مع فلان او فلان او المجموعة الفلانية او فانت هنا لوحدك. فهتبدأ تتكلم مع نفسك كتير وتفكر لوحدك كتير، وداخل على مجتمع جديد. فبتيجي بقى هنا انت جاي من بلدك العربية، انا هنا بتكلم عن العرب طبعا بالذات، قلبك مفتوح وطيب وإنسان بتثق في الناس ومستني بقى اللي سمعته تشوفه على الواقع. تبدأ الصدمات تقابلك واحدة ورا التانية. تقابل حاجات مش متوقعة من ناس انت معتمد اعتماد يمكن كلي عليهم،
ان هم يساعدوك في اول خطواتك هنا. تبدأ اللي انت واثق فيه ان هو اللي ياخدك من ايدك ده مطلعش محل ثقة. طيب النسبة دي انا متشائم؟ لا، انا متفائل، لان في نسبة خير 10%، لسه في ناس كويسة هم نسبتهم 10%. لو انت حظك حلو يا رب تقابل حد من 10% الطيبين اللي ياخد بإيدك ويسندك ويدعمك ويبوش يو فورورد، يزقك لقدام، مش يستغلك، مش يشغلك بأقل من الأجر، مش يجبرك تأجر عنده عشان هو يستفيد بالإيجار، يبقى أنت مأجر عنده وشغال عنده بمرتب قليل، وأنت كمان أمين ومخلص وهارد وركر وبتعمل شغل يعملوا 2-3 مكانك. ولو أنت بقى حظك حلو الدنيا تخبط فيك بدري. ليه بقولك كده؟ عشان تبدأ تنشف، تبدأ تفهم الغربة عايزة منك إيه. لأنك لما تلاقي انك بدأت تاخد على دماغك من الناحية دي ومن الناحية دي ومن الناحية دي فلان وفلان وفلان، ومفيش حد واقف جنبك زي ما انت كنت متخيل او هتبدأ انت تنشف في الغربة. الغربة بتجمدك، الغربة بتقويك، الغربة بتدعم شخصيتك، الغربة بتخليك تصاحب نفسك، وبعد كده هتبدأ تحب نفسك، وبعد كده تبدأ تفكر في نفسك. الغربة هتخليك ان انت تفكر في ان انت بس لوحدك ممكن تعمل ايه. مفيش بقى الشلة واللمة والصحبة، لان هنا مفيش 2 بيمشوا في نفس التراك، مفيش 2 بيمسكوا في ايد بعض ويكملوا. كل واحد بيرسم نفسه طريق. انت جاي عاوز تمشي في طريق انك تكمل شهادتك وتعادلها، واحد جاي بنفس الشهادة قال لك لا انا هشتغل وهلم فلوس، مش هفكر في الدراسة واصرف على الدراسة. فبتختلفوا. فانت هنا هتبدأ تلاقي حتى لو في حد انت سألته وعاوز يمشيك في تراك، ممكن تمشي في التراك اللي هو عاوز يمشيك فيه شوية، لكن محتاج بقى تنشف وتجمد وتعتمد على نفسك وتقول انا هنا في الغربة لوحدي ومعيش غير ربنا، فانا لازم افكر انا اعمل ايه. فالغربة بتخلي علاقتك بربنا بتقوى بقى كمان، لانك لما بتلاقي الدنيا خبطت فيك ورزعت فيك يمين وشمال والمعارف والاحباب والصحاب والكلام ده كله، تبدأ تقعد مع نفسك هتلاقي نفسك انسان ضعيف، تبدأ تقرب من ربنا. الغربة بتقوي علاقة الانسان بربنا، لان فعلا في الغربة بتحس قد ايه انت ضعيف. تخيل انت ان انت في بلدك لو اتزنقت في فلوس بتميل على فلان، لو عييت او تعبت او مرضت بتروح للدكتور فلاني، لو معكش تمن العلاج بتلاقي حد يجيبهولك. الحياة ماشية. لكن هنا انت لو معكش تمن العلاج مش هتجيبه، انت لو مش عيان، لو معكش فلوس مش هتعرف تزور الطبيب، لو انت ما قبضتش من شغلك مش هتدفع الايجار، هتترمي في الشارع. فطبعا الغربة جامدة والغربة ناشفة، فبتقوي شخصيتك وهتبدأ تعتمد على نفسك وتقرب علاقتك من ربنا، لانك هتحس خلاص انك ضعيف معكش حد، فبتلجأ لربنا. فده جانب ايجابي كويس جدا في الغربة. وهتبدأ كمان ما تتكلمش عن ناس كتير. هتلاقي مع مرور الوقت وانت في الغربة كلامك مع الناس قل، وحتى رغبتك انك تعمل صحاب جداد قليلة، ان انت هتكون مريت بناس كتيرة قبل كده، يمكن جايين مع بعض، يمكن حد جه قبلك، يمكن حد جه بعدك، بس انت هتلاقي الرغبة عندك انك تصاحب ناس جداد قلت. ليه؟ كل حد في الغربة بيفكر في نفسه، وبيفكر يبني مستقبله، بيفكر يبني أسرته، وبعد كده بيفكر في أسرته بس، وإنه إزاي يعمل المفيد لنفسه أولا ولأسرته. فالنظرة النفعية دي بتخلي هنا تكوين الصحاب موضوع مش سهل في الغربة. فبتبدأ ما تتكلمش مع الناس كتير، وتبدأ تنعزل، وتبدأ تمشي في الخط اللي انت رسمته، سواء انت كملت دراستك ونجحت في معادلة شهادتك ودخلت الكارير بتاعك، بتكمل طريقك وتمشي فيه، ويبقى ليك كم معارف. ما اقدرش اقول اصدقاء، الصداقات في الغربة قليلة، ويا بخت المحظوظ اللي قدر يعمل صداقات في الغربة. فحتى كلامك مع الناس في الغربة بعد مرور وقت كبير بيقل، وكل ما بتقدم بتبص للجديد اللي جاي اللي كله حماس وكله طاقة وجاي وانت قاعد هادي،
لان انت فاهم من تقل شخصيتك في الغربة اتأسست وبقيت انت ما عندكش استعداد وطاقة تتكلم مع الناس كتير. كمان بتلاقي نفسك بتبعد عن الناس اللي حواليك الأغراب، ما عندكش استعداد انك تخش تجرب علاقة صداقة مع حد تاني جديد احسن تتوجع زي اللي قبله. فانت بيبقى عندك خلاص من الخبرة ان الناس كلها في الغربة شبه بعض، فانا لسه همر بالتجارب دي من الاول، لا خليني بعيد عن اللي معرفوش احسن. بخش مع حد وقرب منه ويبقى العلاقة تبقى زي ما اتظلمت او حصل لي تجارب سيئة قبل كده. اخر حاجة هتكلم عنها هي نظرتك للعالم. نظرتك للعالم كله هتختلف. الناس بتشقى وتتغرب وتسافر وتجيب فلوس وتكبر لكن انت في الغربة شخصيتك بتتقل، بتبدأ تفهم ان العالم ده كله ما يساويش. انت سافرت واتغربت وبعدت عن اهلك وناسك وضحيت بشبابك ووضعك في بلدك وعزوتك واهلك وباباك ومامتك واخواتك وقرايبك وصحابك والقعدة الضحكة الجميلة، ضحيت بده كله. طب انت ما كنتش تعرف ان النتيجة هتوصل لها في الاخر اللي انت وصلت لها بعد سنين طويلة من الغربة، ان محصلة بعضها. ان يمكن وانت في الغربة بتحسد اللي قاعدين في بلدكم لسه وعايشين عيشة يمكن بدخل محدود شوية بس مبسوطين وعايشين، ما سمعناش ان هم أبيدوا من البشرية خالص. الناس موجودة وعايشة ومبسوطة، فتقول انا ايه اللي عملته في نفسي دوت. فنظرتك للعالم بتختلف. بتلاقي بقى مش العربية الزيرو، مش الطيارة، مش الفلوس، مش الباسبور، مش هو دوت السعادة الحقيقية. لو ربنا وفقك في الغربة هتبقى سعيد سعادة حقيقية. لو ربنا وفقك في أسرة وتكوين أسرة وزوجة وولاد ونجاح في الكارير بتاعك وكمان صحاب يحلوا غربتك وكمان لو معاك قرايبك، لا انت تجربة مختلفة، انت يا بختك بالغربة اللي انت فيها. لكن لو انت جاي مغترب لوحدك بطولك معكش اي حد من دول، الموضوع بيبقى تقيل شوية في الاول. اخر حاجة بقى هتكلم عنها نظرة اهل بلدك ليك وانت في الغربة. بقى نظرة اهل بلدك فاكرينك ان انت في الغربة بتعبي الشوالات او شنط دولارات. انت بتهز الشجر، الدولارات تقع من على الشجر، تروح سيادتك تلمها، ياخدوا مرتبك يضربوه في العملة بتاعتهم على طول. يقول لك بص ده بيدخل كام كل شهر. يا جماعة ده مش ده اللي بحوشه، ده كل دخلي انا بصرف منه. فكمان دي نظرة اهل بلدك ليك وانت في الغربة. لغاية هنا خلص الفيديو، اتمنى يكون عجبكم الفيديو موضوعه. سيبوا تعليقاتكم، شاركوني بافكاركم، وبقرا تعليقاتكم باهتمام. ويا رب القناة توصل لكل اللي يحبوا يسمعوا فيديوهات تكون مفيدة ليهم. وما تنسوش انكم تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واشتراك في القناة.